موضوع خطبتنا لهذه الجمعة قوله سبحانه: وأعرض عن الجاهلين. أمر الله عز وجل نبيه وهو خطاب للأمة كلها بهذا الأدب الرفيع وبهذا الخلق الجميل وبهذه الخصلة الحميدة، الإعراض عن الجاهلين. وليس المراد بالجاهلين الذين لا يعلمون، ولكن المراد بالجاهلين أهل السفه والحماقة والغباء الذين يتطاولون على الآخرين بسيء الأقوال والأفعال، فهؤلاء يتعامل معهم بهذا الأدب الرفيع بهذا الخلق الفاضل بالإعراض عنهم. قال القرطبي رحمه الله: قال: تنزه عن منازعة السفهاء ومساواة الحمقى الأغبياء. وقال الإمام السعدي رحمه الله عند هذه الآية: ولما كان لا بد من أذية الجاهل أمر الله عز وجل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله، فإن آذاك بقوله أو فعله فلا تؤذه، إن ظلمك فاعدل فيه. ثم يا عبد الله، إن ذهبت تجاري السفهاء وتنازع الحمقى الأغبياء ضاع عمرك وضاع وقتك، والعمر غال والوقت نفيس، وما سلم رب الناس عز وجل من الناس، وما سلم سيد الناس صلى الله عليه وسلم من الناس. أفتسلم أنت؟ هون على نفسك، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، هون على نفسك. أدب عظيم يتأدب به السلف الصالح. وأعرض عن الجاهلين ما أحوجنا إلى أن نتواصى بالأخلاق العظيمة والآداب الرفيعة، ومنها هذا الأدب، فإننا في زمن نعاني فيه من أزمة أخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، موضوع خطبتنا لهذه الجمعة قوله سبحانه: وأعرض عن الجاهلين. أمر الله عز وجل نبيه وهو خطاب للأمة كلها بهذا الأدب الرفيع وبهذا الخلق الجميل وبهذه الخصلة الحميدة، الإعراض عن الجاهلين. وليس المراد بالجاهلين الذين لا يعلمون، فهؤلاء حقهم أن يقبل عليهم وأن يعلموا ما يعود عليهم بالنفع في أمر دينهم ودنياهم وأخراهم. ولكن المراد بالجاهلين أهل السفه والحماقة والغباء الذين يتطاولون على الآخرين بسيء الأقوال والأفعال، فهؤلاء يتعامل معهم بهذا الأدب الرفيع وبهذا الخلق الفاضل، يتعامل معهم بالإعراض عنهم. قال القرطبي رحمه الله عند هذه الآية: وأعرض عن الجاهلين. قال: تنزه عن منازعة السفهاء ومساواة الحمقى الأغبياء. وقال الإمام السعدي رحمه الله عند هذه الآية: ولما كان لا بد من أذية الجاهل أمر الله عز وجل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله، فإن آذاك بقوله أو فعله فلا تؤذه، وإن ظلمك
فاعدل فيه. وقد مدح الله عز وجل المؤمنين وعباده الصالحين بهذا الأدب الجميل فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون خطاب جهل فيه من السفه وفيه من التطاول وفيه من سيء الأقوال قالوا أي أولئك العباد الصالحين، أي أولئك العباد الصالحون، قالوا سلاما. قال أهل التفسير أي قالوا قولا مسددا يسلمون فيه من الإثم ويسلمون فيه من مجاراة هؤلاء السفهاء في سفههم. فهذا مدح من الله عز وجل لعباده المؤمنين المتخلقين بهذا الخلق، مدحهم الله عز وجل بهذا الحلم الكثير وبمقابلة المسيء بالإحسان وبرزانة العقل. وقال سبحانه كذلك في وصف عباده المؤمنين الذين يؤتون أجرهم مرتين، قال سبحانه وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإذا سمعوا اللغو، ومن ذلك سفه السفهاء والتطاول الحمقى الأغبياء، أعرضوا عنه فلا يجارونهم ولا يخالطونهم ولا ينازعونهم، أعرضوا عنه، نزهوا أنفسهم وصانوا أنفسهم في أن يخوضوا مع هؤلاء، كما قال الله سبحانه كذلك في وصف عباد الرحمن وإذا مروا باللغو مروا كراما. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، كل مجزي بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لن تحملوا من أوزارنا شيئا ولن نحمل من أوزاركم شيئا. وفي ذلك براءة من تطاول السفهاء ولغوهم وباطلهم. سلام عليكم، لن يأتيكم منا إلا الخير ولن يأتيكم منا إلا الطيب. سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، لا نحب طريقة أهل الجهل والسفه والحماقة والغباء، لا نحب طريقة أهل الشغب والفوضى، لا نبتغي الجاهلين من كل وجه. فهذه تربية الإسلام لأهل الإسلام، تربية على الأخلاق الفاضلة وعلى الصفات الحميدة وعلى الآداب الراقية، لا كحال أهل الجاهلية الذين قال شاعرهم ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذا شاعر جاهلي. أما أنت يا عبد الله فمسلم، تتخلق بأخلاق الإسلام وتتأدب بآداب القرآن ومنها وأعرض عن الجاهلين. ثم يا عبد الله إن ذهبت تجاري السفهاء وتنازع الحمقى الأغبياء ضاع عمرك وضاع وقتك، والعمر غال والوقت نفيس. وما سلم رب الناس عز وجل من الناس، وما سلم سيد الناس صلى الله عليه وسلم من الناس. أفتسلم أنت
فهون على نفسك ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. هون على نفسك، واعلم أنك إذا أعرضت عن الجاهلين لربما كان في ذلك ردع لهذا الجاهل وزجر له ولعله يعود. فعندما يرى الناس أنه يتطاول وتعرض لربما عادوا عليه باللوم فيرجع ربما نادما معتذرا. وثم أمر ينبغي أن تتفطن له أيها المسلم. إذا ما وجدت أذية من الجاهلين تفطن لهذا الأمر. عندما يتطاول عليك الآخرون ارجع على نفسك باللوم وقل ما تسلط علي هذا السفيه وهذا الأحمق إلا لذنب من ذنوبي، فتنشغل بإصلاح عيوبك وترجع إلى ربك تبارك وتعالى فتستغفر من ذنوبك. فيا سبحان الله، هذا الأمر الذي كرهته، تطاول السفهاء والحمق الأغبياء، عاد عليك بالنفع، انقلب من نقمة إلى نعمة، من أذية إلى رحمة. سبحان الله، تصير في حقك نعمة في أن هذه الأذية سبب في رجوعك إلى الله، فتنشغل بإصلاح عيوبك والاستغفار والتوبة من ذنوبك. وهذا معنى لكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وكما قال الله سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فربنا تبارك وتعالى يقول في نبيه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات الله وسلامه عليه. ولما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، يعني يتخلق بأخلاقه ويتأدب بآدابه صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك هذا الخلق العظيم، الإعراض عن الجاهلين. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ربما جاء عن أنس كذلك: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، إلا أن تنتهك محارم الله فيغضب لله تبارك وتعالى. ما كان يرد السيئة بالسيئة أبدا، بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. كم لاقى من قومه ما لاقى من سفه وتطاول، وفي يوم خرج مهموما مغموما وما استفاق إلا في قرن الثعالب، وإذا بملك الجبال يقول له: يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أطبقت عليهم الجبلين. فيقول: لا، وإنما أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. ويحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، فيمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وجاء أعرابي وجبذه بردائه حتى أثر ذلك في عنقه، جبذة أي جذبة قوية، حتى أثرت في عنقه صلى الله عليه وسلم، وقال: أعطني من مال الله. فالتفت إليه عليه الصلاة والسلام وتبسم وأمر له بعطاء. وبوب البخاري رحمه الله
في صحيحه باب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ثم ساق أثرا في منتهى الروعة، أثر في أخلاق عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه وتخلقه بهذا الخلق، الإعراض عن الجاهلين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين كان يدنيهم عمر في مجلسه، فقد كان مجلس عمر لأهل العلم والفضل ومن الكبار والشباب. فقال عيينة: يا ابن أخي استأذن لي على هذا الأمير فإن لك وجها عنده. فاستأذن له، فأذن له عمر في الدخول، فدخل عيينة فقال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. انظروا إلى هذا الكلام في من؟ في عمر الذي اشتهر بخصال عظيمة وأكثرها شهرة العدل، ومع ذلك يقول له هذا الكلام. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال ابن عباس: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله. هذه أخلاق الكبار، هذه أخلاق الكبار، وهذه أخلاق جلساء الكبار، يدلونه على الخير ويرشدونه إلى الرشاد. لهذا قال العلماء: ينبغي لولاة الأمر أن يجعلوا مجالسهم لأهل الفضل والخير حتى يعينوهم عليه ويحذرونهم من الشر ويشيرون عليهم بالرشد. وهذا ابن هبيرة رحمه الله تعالى من التابعين، شتمه رجل فأعرض عنه، فقال الرجل الشاتم: إياك أعني. فقال ابن هبيرة: وعنك أعرض. وهذا الأحنف بن قيس، يقول النضر بن شميل: سمعت شعبة يقول: قيل للأحنف: إن تكلمت بكلمة رددنا عليك بها 10. فقال الأحنف بن قيس: لبيك، وإن تكلمت ب10 لم تسمع مني كلمة، لم تسمع مني كلمة. أدب عظيم يتأدب به السلف الصالح. وأعرض عن الجاهلين، فما أحوجنا إلى أن نتواصى به، ما أحوجنا إلى أن نتواصى بالأخلاق العظيمة والآداب الرفيعة، ومنها هذا الأدب. فإننا في زمن نعاني فيه من أزمة أخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، وارزقهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالخير وتشير عليهم بالرشاد. أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح بلادنا، اللهم ردها آمنة مطمئنة. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم من أراد بها كيدا أو مكرا اللهم دمره، اللهم اجعل الدائرة عليه، اللهم لا تمكنه، اللهم لا تمكنه، اللهم لا تمكنه. أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.